انهي جت الاول، البيضه ولا الفرخه؟ هل الفراخ ديت كانت اصلها ديناصورات؟ ليه ضياء العوضي قال على فرخه ما بتتاكلش؟ معروف ان الفرخه عند الاجانب دي رمز للخوف، حاجه يعني بتخوف، لما حد عندهم بيخاف بيقولوا تشيكن معناه ان هو خايف. ليه الفرخه بتخاف؟ او ليه معروف ان حد لما بيخاف بيتقال عليه فرخه؟ طب الفراخ دي جت منين اصلا؟ وهل فعلا مضره ولا لا؟ وهل ناكلها ولا لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا معاذ. انا بقالي بتاع 4 شهور ما نزلتش فيديوهات بسبب الكسل، لان انا مكسل امنتج الفيديوهات، لان اخر فيديو كان مدته ساعه بيتكلم عن الفلوس. حرفيا الفيديو انا كنت عايز امنتج مونتاج جامد فشخ، فالفيديو فضل عندي وانا ما بحبش اوسخ الكمبيوتر او اعمل الحاجتين مع بعض، يعني بحب امشي بالترتيب واخلص حاجه الاول انضفها، بعد كده اخش على بعدها على النظافه. ما بحبش اعك الدنيا وكده عشان الدنيا تكون مترتبه في دماغي. ففي الاخر اصلا رحت مسح الفيديو، منتجت منه دقيقتين بس ومسحت الفيديو خالص عشان ابدا اصور فيديو تاني، وحسيت براحه نفسيه، وهو قاعد دلوقتي بصور فيديو. ما علينا نخش فكره الفيديو النهارده عرفتوا من العنوان والصوره ان احنا بنتكلم عن الفراخ وعلى نظام دكتور ضياء العوضي، وهل هو فعلا صحي ولا لا. فانت لو اول مره تشوف نعمل متابعه واعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك. وانا لابس دي كده عشان المايك ده بتكلم منه، فقول لي هل الصوت مظبوط، المونتاج مظبوط، الفيديو حلو ولا لا. اكتب لي كومنت كده، قول لي رايك في الشانل عموما. فبسم الله ويلا نبدا. تخيل ان الفراخ لحد دلوقتي اصلا ان العلماء لسه بيكتشفوا اصلها الحقيقي، يعني العلماء مش عارفين مصدرها، وفي اقوال بتقول ان اصلا الفراخ ديت جايه من الديناصورات، او هي كانت زمان الديناصورات وتقلصت حجمها. وازاي طائر صغير يكون اكتر حيوان منتشر على الكوكب؟ الفصل الاول، اصل الفراخ. اغلب الناس فاكره ان الفراخ ديت كانت موجوده مع الانسان قبل التاريخ، او من زمان موجوده مع الانسان من زمان، بس دي مش الحقيقه ان اصل الفراخ بيرجع لطائر بري. طب اشمعنى احنا كلنا الفراخ؟ ليه ما كلناش ابو قردان؟ ليه ما كلناش الغراب؟ ليه ما كلناش البغبغاء؟ ليه ما كلناش الطيور دي؟ اشمعنى الفراخ اللي كلناها؟ ولا هي عشان ما بتطيرش؟ طب البط في امريكا ليه بيسيبوه في الميه؟ مهم ان اصل الفراخ الحديثه بيرجع لطائر اسمه ريد جانجل فاول، واسمه العلمي جالس. ده طائر بري كان عايش في غابات جنوب شرق اسيا، في تايلاند والهند ومانيمار والصين. العلماء لقوا ان اغلب الفراخ اللي موجود دلوقتي كان جاي من نوع الفراخ ده، لكن مش هو بس، في مساهمات جينيه بسيطه من انواع تانية زي جراي جانجل فول وجرين جانجل فول وسيلون جانجل فول، يا رب يكون اسمه صح. وده اتاكد بتحديد الحمض النووي والجينات الحديثه. نسيت اقول لكم حاجه، مصدر المعلومات ديت جاي من سبرينجر نيتشر، ومعظم المعلومات اللي هقولها في الفيديو ديت جايه من سينتيفيك ريبورت، اصل الدجاج وتطوره، BMC جينومكس، جينات دجاج الادغال الاحمر، ناتشورال لايبراري اوف ميديسين، اصل الدجاج الحديث، وريد جينجيفل او نوع الدجاج ده جاي من ويكيبيديا. يعني الفرخه اللي عندنا ديت كان اصلها طائر بري صغير كان بيستخبى بين الاشجار. كده احنا عرفنا اصل الفراخ. الفصل الثاني، اول انسان اكل الفراخ. امتى البشر بداوا ياكلوا الفراخ؟ الدراسات بتقول ان تدجين الفراخ بدا من حوالي 8000 ل 10000 سنه في جنوب شرق اسيا، بس المفاجاه ان البشر ما كانوش بيربوا الفراخ عشان ياكلوها اصلا. في الاول كانوا بيستخدموها للزينه وللمصارعه وللطقوس الدينيه. اكيد قابلك حاجه زي كده على الانستجرام وانت بتقلب في الريلز، او بيقدموها قربان. الفرخه السوداء ديت كلها بتقدم قربان برضه. ليه؟ لان صوتها بيعلن لبدايه النهار. طبعا واحنا عارفين ان اصلا الديك لما بيفضل يعمل صوت في بدايه النهار، الدين بتاعنا بيقول لنا ان كده الملائكه نازله. انا سمعت ان المعلومه دي مش صحيحه، بس عشان ما نتفرعش يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن الفراخ. بعد سنين طويله بقى بداوا يعتمدوا عليها كاكل وفراخ. كده عرفنا امتى البشر بدا ياكلوا الفراخ. الفصل الثالث، ايه علاقه الفراخ بالديناصورات؟ دلوقتي هنجاوب على السؤال، هل الفراخ اصلها ديناصورات؟ في الحقيقه هو طب ايه المصدر؟ المصدر من ابحاث علميه كبيره من علماء الحفريات في دوريات علميه كبيره زي ناتشر وناشونال جيوغرافيك وسميثيشن ماجازين، مش عارف نطق الاسم صح ولا لا. والمصدر العلمي الاساسي لفكره ان الطيور او الفراخ اصلها ديناصورات هو Theropod Dinosaur and the Origin of Breeds Nature. تعال نكمل كلامنا. اصلا بقى مش الفراخ بس اللي اصلها ديناصورات، الطيور الحديثه كلها اصلها ديناصورات ثيرابود. ايه ديناصورات ثيرابود دي؟ هي نفس المجموعه اللي منها تيركس وفيلاسيرابتور. العلماء لقوا تشابهات ضخمه زي تركيب العظام وشكل الارجل وطريقه التنفس وحتى البيض. يعني لو رجعت بالزمن هتلاقي ان الفراخ اقرب للديناصورات اكتر مما تتخيل. هل الكلام ده حقيقي؟ الله اعلم. الفصل الرابع، السؤال اللي بيتسأل كتير واللي حير الناس واللي خلى الناس تشك اصلا في الفراخ بسبب دكتور ضياء، ايه اللي جت الاول، الفرخه ولا البيضه؟ علميا البيضه جت الاول. طب ازاي؟ لان هي حاجه وراثيه، فالكائنات كانت بتحط البيض الاول قبل وجود الفراخ بملايين السنين. بس لو قصدنا اول بيضه خرجت منها فرخه حديثه، فغالبا كان كائن شبه الفرخه بس مش فرخه كامله، هو اللي حط البيضه اللي خرجت منها اول فرخه حديثه اللي نعرفها، اللي فيها الطفره الجينيه البسيطه دي. كده اكون جاوبت لكم على سؤال بيتسأل كتير جدا ومحدش عارف اجابته.
الاجابه. لما حد يقول لك الفرخه جت الاول ولا البيضه، قول له البيضه جت الاول واشرح له ليه. انا حاسك ما فهمتش اصلا ليه، فانا هقول لك دلوقتي. لان هي جينيا حاجه جينيه، يعني ممكن اصلا البيضه الاولانيه اللي جت ديت ما تكونش فرخه اللي جايباها، فاهم؟ فهي جينيا بتفضل تتورث بحيث ان احنا وصلنا اصلا لشكل الفرخه ديت. مين بقى يعني شكل الفرخه ديت اصلا اللي جابها؟ ممكن يكون كائن تاني حصل طفره جينيه، فاهم؟ ده نفس الكلام اللي انا لسه قايله لك. الفصل السابع، هل انواع الفراخ اللي اتكلمنا عنها ديت هي دي الانواع اللي موجوده بس؟ في انواع تانية كتير. الفراخ مش مجرد فراخ بيضه وفراخ بلدي بس اللي بنشوفها في عند بتاع الفراخ. العالم فيه اكتر من 2500 سلاله دجاج. طب اشمعنى احنا بناكل السلاله دي؟ اشمعنى بناكل الفراخ؟ زي ما كلمتكم في اول الفيديو، الانواع الموجوده في فراخ للبيض، فراخ للحوم، وفراخ للزينه، وفراخ للمصارعه. في فراخ للمصارعه ليغورن او ليجورن، دي اول فراخ او ملكه فراخ البيض. رود ايلاند ريد، قويه وبتتحمل الحراره وبتدي بيض كويس. وفي براما، فراخ ضخمه جدا وشكلها مرعب شويه. وفي سيلكي، شكلها زي لعبه الاطفال كده بسبب ريشها الناعم. في ريد جينجر فول، ده اللي اتكلمنا عنه طول الفيديو، وده فرعون الفراخ الحديثه، الجد الاكبر للفراخ الحديثه. الفصل السادس، ازاي الفراخ احتلت العالم؟ هل الفراخ احتلت العالم؟ دلوقتي في عشرات المليارات من الفراخ، في رقم كبير جدا من الفراخ. ليه بقى موجودين؟ اسباب بديهيه بس ممكن انت ما تكونش عارف. الفراخ بتنمو بسرعه وبتتكاثر بسرعه، يعني الفراخ البيضه بتقعد 40 يوم بس وبتتذبح وبتكبر، بتعجز، حياتها كلها متوحره حوالين 40 يوم. بتتكاثر بسرعه. تشوف الفرخه بيجيب لك كام بيضه في اليوم، مزرعه الفراخ بتجيب لك كام بيضه في اليوم، بتجيب لك يعني الافات البيض، وكمان رخيصه نسبيا وسهله التربيه. والبشر طبعا مش هيسيبوا حاجه زي ديت وما يستغلهاش. فمع الثوره الصناعيه البشر بداوا يعدلوا السلالات. عشان كده بقى دكتور ده قال ما ناكلش فراخ. هو ما قالش ما ناكلهاش بسبب الفراخ ذات نفسها، وقال ما ناكلهاش بسبب التعديل الوراثي اللي بيحصل لها، وكمان بسبب اصلها. فبقت الفراخ تكبر بسرعه غير طبيعيه بسبب التعديل الوراثي، وده كله غلط على جسمك على المدى البعيد، اللي بيجيب لك الامراض المزمنه. ده الكلام اللي انا مقتنع بيه، فانت ممكن ما تصدقش كلامي براحتك، تروح تعمل ابحاثك بنفسك. الفصل السابع، هل الفراخ الحاليه بقى طبيعيه ولا لا؟ وهنا بقى ندخل في المنطقه اللي عملت الجدل اللي انا لسه بكلمك عليها من شويه، اللي هو دكتور ده اتكلم عنها اصلا. هل الفراخ طبيعيه ولا لا؟ لا، الفراخ زمان ما كانتش زي دلوقتي. زمان كانت اصغر، ابطأ في النمو، اقل في اللحم. الفراخ كانت كائن صغير كده، لكن مع التربيه الانتقائيه البشر اختاروا الفراخ اللي بتنمو اسرع واللي حجمها اكبر. يعني الموضوع برضو مش حقن وهرمونات زي ما الناس فاكره، الموضوع جينيا اكتر، بس برضو في لعب في الهرمونات، وموضوع انتقائي لانك كل جيل بتختار الفراخ الاكبر. فبقت السلاله اللي بتيجي خلاص هي بقت كبيره، لان انت كل جيل تاخد السلاله الاكبر، فاهم؟ الفصل الثامن، اغرب حقائق عن الفراخ. الفراخ تقدر تفتكر اكتر من 100 وش، والفراخ بتحلم وهي نايمه. المعلومات دي انا لسه عارفها دلوقتي الصراحه. الفراخ عندها نظام اجتماعي اسمه بيكينج اوردر او بيكي اوردر تقريبا. ده ايه ده ان هي تقدر تغير صوتها، وتقدر تتواصل باكتر من 30 صوت مختلف. والديك بيقدر يغير صوته كل فجر على حسب الخطوره، او يعني عموما صوته بيتغير على حسب الخطوره. الفصل السابع، هل الفراخ ذكيه؟ ناس كتير فاكره ان الفراخ غبيه، لكن الدراسات بتقول ان هي بتحل المشاكل، بتتعلم بالملاحظه، وعندها ذاكره مش زيك يا عديم الذاكره، وبتعرف اصحابها. وفي تجارب الفراخ كانت بتفهم مفهوم اختفاء الشيء زي الاطفال. الفصل الثامن، وده من عندنا، تجربتي مع اكل الفراخ. بصراحه من قبل ضياء العوضي اصلا وانا اكل الفراخ كنت بلاحظ ان هو بيتعب، فبقالي فتره ما باكلش فراخ، او قللتها، مش ما بقتش اكلها، قللتها وفي تحسن. فبس طبعا النظام كله مش صح والنظام كله مش غلط، دي ممكن ابقى اعمل لكم عنها فيديو تاني. النهايه، في النهايه الفرخه ديت طلعت مش مجرد فرخه، طلعت وراها قصه كبيره جدا. كائن بدأ في غابات اسيا، ودي المصادر اللي العلماء بيعرفوها لنا. ففي حاجات احنا كمان ما نعرفهاش، وفي حاجات العالم ما يعرفهاش. كائن يعتبر حفيد الديناصورات، غذا العالم كله في البروتين وفي الاكل بتاعه، وبقى اكتر طائر موجود على الارض. فالمره الجايه وانت بتاكل فرخه افتكر انك بتاكل حفيد ديناصور. فبس يا سيدي، ده كان فيديو النهارده. لو فيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. ان شاء الله ما كسلش، شجعني في الكومنتات، والله العظيم اي كومنت بيشجعني فيه بيخليني اقوم اصور الفيديو دلوقتي اول ما اشوف الكومنت. بصراحه مش عايز اعتمد على حاجه زي كده، بس اكتب لي كومنت عشان تخلي الفيديو فايرال برضه. فبس يا سيدي، ده كان فيديو النهارده. السلام عليكم.